مصطفى، امم هو مش احنا بنطلب نفس الاوردر مع بعض؟ طيب هو انا اشمعنى بدخن وانت قاعد تاكل في شيبسيهات وحاجه ساقعه وانا ما باخدش الحاجات ديت وانا قاعد اتخن وانت لا؟ الله اكبر، يا حكمة ربنا يا عم. ايه ده ايه اللي حصل؟ ايه رايك؟ ده جامد جدا. انت عملت ايه؟ أنا رحت للدكتور ظبطني بقى حته ريجيم يا مصطفى. ده عبارة عن ايه؟ بص يا سيدي، الفطار بيضه وجبنه وكام فجل، والغدا؟ صوره ودمعه وكام ذكر. والعشاء؟ لا زبادي عادي. بس جامد. لا تمام. حافظ بقى. ان شاء الله ان شاء الله. ايه اللي حصل لك ده؟ والله مع اني باكل اقل من زمان يا مصطفى. ده انت تخنت اكتر من الاول يا ابني. ما انا بعدين حد اداني بقى كتاب، عرفت بقى السبب، هقراه واكتشف اسمه ايه، الدهون العضو السري، فوائدها واضرارها. في فيلم 7 أو 7 بيقوم سيريال كيلر أو قاتل متسلسل بقتل مجموعة من الضحايا بيمثلوا الخطايا السبع المميتة أو الذنوب الكاردينالية، ومن الذنوب ديت أو من الخطايا ديت الشراهة أو النهم، وبالتالي واحد من هؤلاء الضحايا بيكون شخص مصاب بالبدانة المفرطة. وفي فيلم ذا ناتي بروفيسور اللي أنا بشوفه كأنه بارودي لرواية دكتور جيكل ومستر هايد، بنشوف الصراع ما بين شيرمان كلامب البروفيسور الطيب البدين جدا، وما بين بادي لاف الشخصية اللي نشأت بعد المركب اللي خلاه يخس ويرفع مستويات التستوستيرون وبالتالي يكون واثق جدا من نفسه. ولو رحنا للأفلام العربي فعندنا فيلم زي إكس لارج اللي فيه البطلة رغم إعجابها بالبطل التخين مش هتفكر إن هي ترتبط بيه إلا بعد ما بيخس، والمقابل فيلم زي فيلم حبيبي نائما اللي المجتمع كله بما فيهم أبو البطلة بيتعجب جدا من حب البطل لبطلة تخينة جدا. ولو فتحنا القوس فتقريبا معظم الأعمال الكوميدية بتميل لإفيهات أو مشاهد بيكون محورها شخص تخين، اللي موجود في الدراما موجود في الواقع، لكن للأسف ما بيبقاش كوميدي. حسب كتاب الدهون العضو السري فوائدها وأضرارها للطبيبتين الهولنديتين دكتورة ليسبيث فان روسهم ودكتورة ماريات بون ترجمة محمد عبد العزيز، فإن التفرقة العنصرية المقبولة مجتمعيا في الوقت الحالي هي التفرقة على أساس الوزن، وده اللي حاصل في المواصلات على سبيل المثال من أول الأتوبيس لغاية الطيارة، وكمان في الشغل. يعني عند التقديم في الوظائف بيتم استبعاد الشخص التخين بشكل ما على أساس تخيل إن هو مش هيقدر يؤدي المهام بالشكل المطلوب، وصولا للمفروض إن هم ملائكة الرحمة الأطباء. بعض الأطباء بيعرفوا بعض المرضى إن هم FDD. أنا اتخضيت لما عرفت إيه اختصار FDD. هو اختصار لفات دم ديابيتك، البدين الغبي المصاب بالسكري. الأطباء أدانوا المصاب بالسكري على أساس إن هو المتسبب في مرضه بسبب بدنته، رغم إن على سبيل المثال المصاب بسرطان الرئة بنبقى عارفين إن هو في معظم الأحيان بسبب التدخين وهو المتسبب في مرضه بسبب التدخين، لكن هل بنقول عليه غبي؟ هل ينفع ان احنا نقول لا مش هنعالجه؟ حاجه غريبه جدا يعني. وده بيخلينا نروح لمجموعه من الاسئله، منها على سبيل المثال هل الاشخاص المصابين بالبدانه او السمنه هم فعلا المسؤولين عن ده؟ السؤال الثاني، ايه هي الاسباب وايه هي نتائج السمنه او البدانه؟ طيب ما نرجع لسؤال ايه هي اصلا الدهون وازاي بتتكون، وكمان ايه هي امكانيات الوقايه وكمان العلاج. بالنسبه لي عنوان الكتاب نفسه طرح اول تساؤل، ان الدهون عضو. الله، مش الدهون ديت مجموعه من الخلايا اللي هي عامله زي البالونات اللي هي بتتجمع جواها الدهون وتعمل حاجه شبه البطانيه عشان تدفينا؟ بس من خلال الكتاب عرفت ان الصوره ديت هي صوره مبسطه جدا عن اللي بيحصل. الدهون بتفرز 600 ماده ومنها هرمون الليبتين. قبل ما نتكلم عن هرمون الليبتين ده بيعمل ايه، نتكلم عن ازاي الهرمونات بتشتغل عموما. الفكره ان عند افراز ماده او هرمون معين لازم يبقى ليها مستقبل في المخ، حاجه زي المفتاح والقفل. لو القفل مش موجود مهما كان المفتاح واشتغلت عليه، مهما افرزت الماده ديت، فخلاص مفيش حاجه تتاثر بيه، وبالتالي ففي حاجه اسمها الهرمون والمستقبل. هرمون الليبتين اللي بينظم احساسك بالشبع، ولو حصل فيه خلل بالنقص او الزياده او ان المستقبل بتاعه اللي بيحس بوجوده في المخ حصل فيه مشكله، بيحصل مشاكل كبيره، منها على سبيل المثال احساسك بالشراهه، لان المخ ما وصلوش رساله من خلال الهرمون، او المستقبل اللي موجود في المخ ما ترجمش الرساله، وبالتالي مفيش حاجه تقول لك ارجوك وقف اكل، انت عندك دهون كفايه، مش هيحصل، وبالتالي هتفضل
تاكل وتاكل نتيجة خلل هرموني في الأساس. بالتأكيد النظام الغذائي السيء وعدم ممارسة الرياضة هي الأسباب المعروفة والأكثر شيوعاً المتسببة في السمنة، وبالتالي لما تيجي تعمل رجيم بيبقى الشغل على المحورين دول، الأكل والرياضة. لكن الكتاب بيطرح أسباب كتير تانية ممكن تخليك تخين أو حتى تتخن أكتر رغم إن أنت ملتزم بالرجيم أو الرياضة. زي ما قلنا من الأسباب دي على سبيل المثال هرمون الليبتين وهو المسؤول عن إحساسك بالشبع. هرمون تاني هو هرمون الأديبونكتين وهو هرمون مسؤول عن حساسية الأنسولين، نقصه يؤدي لنقص الأنسولين في الدم وبالتالي ارتفاع مستوى السكر في الدم. طب بعد السكر ما يبقى مرتفع في الدم هيتخزن في صورة دهون بعد كده بالجسم. العالم اللي احنا عايشين فيه بيفرض على البعض ان هو يشتغل في نوبات عمل ليلية، واللعب في الساعة البيولوجية بيخلي في لعب في الساعات الصغيرة الموجودة في أعضاء جسمنا المعتادة على طريقة حياة معينة وهي الطريقة الطبيعية. زي مثلا ان انت تيجي الساعة 11-12 بالليل فتروح قايل للبنكرياس انا كلت، قوم بقى ادينا انسولين. وكده كده بالليل هرمون الليبتين المسؤول عن احساسك بالشبع بيبقى مستوياته في الدم قليلة، على عكس هرمون الجريلين اللي هو هرمون مسؤول عن احساسك بالجوع بيبقى مستوياته مرتفعة، وبالتالي بتلاقي دايما ان نفسك مفتوحة قوي بالليل وبالتالي تاكل اكتر، وكده ممكن مواعيد الشغل بالليل تأثر وتؤدي لإصابتك بالسمنة. طب التوتر؟ التوتر بيتخن. ليه؟ لأن التوتر مرتبط بإفراز الغدة الدرقية للكورتيزول، والكورتيزول بيحفز إشارات الجوع في المخ، وبالتالي مش بس بيبقى عندك رغبة شديدة في إن أنت تاكل، لا ده إن أنت تاكل أكلات سعراتها الحرارية عالية زي السكريات والدهون. وممكن السبب يكون جوانا الميكروبيوم، وهي البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء واللي موجود منها نوعين، نوع بيحاول يستخلص أكبر قدر ممكن من الطاقة من الأكل اللي بتاكله، وبالتالي هذه الطاقة تتحول بعد كده لسكر ثم إلى دهون، ونوع تاني بيمرر الأكل بشكل أسرع. نسبة النوعين داخل الأمعاء ممكن تتحكم في قابليتك إن أنت تتخن أو لا. الخبر الحلو ان انت ممكن تتحكم في النسبة دي لصالح البكتيريا الجيدة من خلال الاكل الصحي اللي فيه الياف كتير زي الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة. الكتاب بيكشف حل مجموعة من الالغاز زي مثلا ليه بعد ما نعمل رجيم ووزننا يقل نتخن تاني؟ لا مش بس كده، ان احنا عشان نخس تاني بيبقى الموضوع اصعب بكتير. الحقيقي انه ده ببساطة من خلال الكتاب بسبب ان الرجيم القاسي اللي هو بينزل الوزن مرة واحدة بيؤدي الى انخفاض في مستوى هرمون الليبتين اللي هو الهرمون المسؤول عن الشبع، والانسولين اللي هو بيقاوم فكرة ارتفاع السكر في الدم، مع ارتفاع مستويات هرمون الجوع الجريلين، وكمان المستوى الخاص بالتمثيل الغذائي الحرق بمعنى اصح بيقل. طبعا ده ماشي لان انت كده كده بتاكل اكل اقل، لكن المشكلة مش في ده، المشكلة ان انت بعد ما تخلص الكورس بتاع الرجيم دوت وتبدأ تاكل اكل طبيعي، لان انت مش هتفضل طول عمرك ان انت بتاكل اكل قليل قوي، اللي بيحصل ان المستويات بتاعت الهرمونات والتمثيل الغذائي بتفضل زي ما هي. بمعنى ان انت لو وزنك 90 كيلو وعملت رجيم قاسي جدا ووصلت ل 70 كيلو، فانت بعد الرجيم ال 70 كيلو وقدامك شخص من غير رجيم وهو برضو عنده 70 كيلو، فهو ما بيجوعش زيك وبيشبع اسرع، ونسبة الحرق او التمثيل الغذائي عنده احسن، وبالتالي ففرصتك ان انت تتخن اكتر منه بكتير، وفرصته ان هو لو عايز يخس عن كده هتكون اسهل منك بكتير جدا. لغز تاني وهو ان اللي عنده سكر او سكري وبياخد انسولين صعب جدا انه هو يخس. ده بسبب طبيعة الانسولين. الانسولين بيخلي الجسم يحافظ على الدهون وما يفرطش فيها بسهولة ابدا. كمان ساعات انت تيجي تتكلم عن اكلات فاللي قدامك يقول لك ايه يا اخي جوعتني. ليها سبب علمي ان الحقيقي ان الجوع مش من الجهاز الهضمي، الجوع والاحساس بيه بيكون من المخ، لان مجرد الكلام بيزود افراز الانسولين وبالتالي بينخفض مستوى السكر في الدم. وكمان هرمون الجوع هرمون الجريلين بيبدأ يجهز المعدة عشان هتستقبل الأكل، فتسمع عصافير بطنك بتصوصو. الكتاب بيشرح بأمثلة إن في عوامل كتير جدا ممكن تتسبب في السمنة، منها نظام الحياة أو النظام الغذائي، أنت بتاكل إيه وإمتى، وكمان بتمارس رياضة ولا لأ، مع الإشارة إن مش لازم إن أنت تكون بتمارس رياضة إن أنت بتروح الجيم وتلعب حديد، لأ ده في حاجات صغيرة جدا ممكن برضو تحرق سعرات حرارية، إن أنت تقعد تهز رجلك، إن أنت تقعد تلعب في القلم، في النهاية أنت بتشوفها حركة بسيطة، لكن الحقيقي إن دي بتشغل الجسم وبالتالي بتحرق سعرات حرارية. وطبعا توقيت وعدد ساعات النوم مهم جدا عشان الساعة البيولوجية
اللي بتحرك كل ساعات الجسم. وفي عوامل تانية زي العوامل العقلية زي الاكتئاب والتوتر والشره العصابي أو البوليميا اللي هي بمعنى إن أنت تاكل بدون توقف. وكمان بعض الأدوية اللي ممكن تؤدي إلى السمنة زي الكورتيكوسيدات الشبيهة بهرمون الكورتيزول اللي بتستخدم في علاج التهاب المفاصل، الربو، بعض الأمراض المناعية وغيرها، ومضادات الاكتئاب والصرع وعلاج الذهان، وزي ما قلنا الانسولين، بعض ادويه ارتفاع ضغط الدم، وبعض مسكنات الالم. الميكروبيوم البكتيريا الموجوده في الامعاء واللي زي ما قلنا ان ممكن ان انت تزود من نسبه البكتيريا الجيده من خلال الاكل الصحي، فالاكل غير الصحي والمضادات الحيويه بتاثر على هذه النسبه لصالح البكتيريا غير الجيده. العجيب بقى ان من ضمن الاسباب دي ممكن يبقى فيروس. بالظبط، فيروس اسمه ادينو فيروس 36، وهو فيروس برد. ابحاث بتقول ان ممكن ان هو يكون بيعمل تغييرات في التمثيل الغذائي. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا لما نروح لدكتور ما ينفعش ان هو يقول لك رجيم وجيم، لان احنا شفنا ان في اسباب كتير جدا ممكن ملهاش علاقه بالنظام الغذائي او عدم ممارسه الرياضه. يعني على سبيل المثال ان انت تروح لدكتور عشان انت مكتئب ان انت تخين فيكتب لك مضاد اكتئاب ورجيم. طب ما هو مضاد الاكتئاب هيصعب اصلا ان انت تخس، والرجيم هيبقى اللي ملهوش لازمه فتكتئب زياده وتتخن زياده. لكن حسب الكتاب فالموضوع لسه محتاج مجهود بحث كبير جدا، خاصه ان معظم اللي عرفناه كان خلال فتره التسعينيات من القرن الماضي. والكتاب بيطرح مجموعه من الحلول اللي تم استخدامها بالفعل زي العمليات الجراحيه، تكميم المعده مثلا، والصيام المتقطع، او خفض عدد السعرات الحرارية اللي بتتناولها يوميا بنسبة محددة، لكن مش الرجيم القاسي. النوم بالليل بعدد ساعات كافي، ممارسة الرياضة، ومش شرط الرياضة العنيفة، لكن ممكن المشي أو التململ بمعنى هز الرجلين مثلا طول ما أنت قاعد. وكمان محاولة إيجاد بدائل للأدوية اللي بتصعب عملية التخلص من السمنة أو على الأقل تفهم تأثيراتها. ورجاء ما تطنشوش موضوع التخلص من السمنة، لأن السمنة مسؤولة عن أمراض زي السكري، أمراض الأوعية الدموية والقلب، تأثيرات على الخصوبة، وفرص أعلى ل 13 نوع من السرطان. الكتاب بيناقش موضوع السمنة والدهون، الأسباب والنتائج، الفوائد والأضرار، بناء على العلم والأبحاث، بعيداً عن آلة تسويق الأنظمة الغذائية والمنتجات اللي بيتقال إنها الحل السحري. لكن الموضوع طلع أكبر من كده بكتير، لأن حتى العمليات الجراحية اللي فوائدها ونتائجها سريعة جداً، إلا إن برضو تضع إن ليها تبعاتها الصحية والنفسية اللي لازم ناخدها في البال. ومهم جدا كمان تغيير نظرتنا تجاه المصاب بالسمنة، ان الشكل او الوزن اللي وصل له مش شرط بسبب ان هو شراهة او نهم او حب للاكل، ممكن يبقى فيه اسباب كتير تانية ادت لاصابته بهذا المرض، مرض السمنة. وللعلم ممكن هذه النظرة تأثر عليه نفسيا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. اتمنى لكم حياة سعيدة تستمتعوا بيها بوزن ونوم وصحة جيدة. انا خالد منصور، اشوفكم الفيديو الجاي.